والحياة قصيرة والحساب عسير والجزاء خطير. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. تب إلى الله، وأكثر من ضلوا وانحرفوا. علينا أن نتدارك الأمور قبل فوات الأوان. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. محمد صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. فكر يا أخي في نفسك، ارجع إلى نفسك، فأنت عبد مهما كنت. فتفكر يا أخي، تفكر. هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. لا يغرنك الأمل. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. اعرف نفسك ولماذا خلقت. الجنة لا تدرك بالأماني والعجز والكسل. ما من ميت يموت إلا ندم. فانظر لأي الدارين أنت تعمل في هذه الدنيا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وكل إنسان لا يدري متى يموت. كل نفس ذائقة الموت وهو يهجم عليك وأنت لا تدري. فالواجب الإعداد لهذا الموت. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا أخي فكر في هذا. الواجب على الجميع الخوف من الله ومراقبته سبحانه والرجوع إليه والحذر من أسباب غضبه وعقابه. لا بد من الندم. واستعدوا للقاء الله سبحانه وتعالى وسؤاله يوم القيامة. وربك لنسألنهم أجمعين عما